في ليلة كروية ملتهبة على أرض ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، اشتعلت الجماهير الجزائرية حماسا يوم 14 من أكتوبر 2025 حين قلب الخضر الطاولة على منتخب أوغندا في مباراة مصيرية ضمن الجولة 10 من تصفيات كأس العالم 2026. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرجاء الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. بعد شوط أول صعب تقدم فيه الأوغنديون بهدف مباغت، عاد المنتخب الجزائري من بعيد كالإعصار بفضل ثنائية النجم محمد عمورة الذي دوى اسمه في المدرجات كنداء للنصر. كان الأداء مزيجا من الروح والإصرار، إذ استعاد الدفاع توازنه وتحرك الوسط بذكاء فيما اخترق الهجوم خطوط الخصم بشراسة تذكر بجيل 2014 الذهبي. بهذا الانتصار الثمين عزز محاربو الصحراء صدارتهم للمجموعة وتأهلوا رسميا إلى مونديال 2026 تاركين أوغندا في المركز الثاني رغم أدائها المحترم. أما الآن ومع اقتراب قرعة كأس العالم تبدو حظوظ الجزائر واعدة، خاصة مع تصنيف قوي يمنحها موقعا مريحا في المستويات الأولى، غير أن الطريق إلى المجد لن يكون مفروشا بالورود، فالمونديال سيختبر صلابة المنتخب ومدى قدرته على مزج الخبرة بالروح القتالية التي تميز أبناء الصحراء حين ترتفع راية الوطن عاليا.